السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من رمضان كريم. اليوم جيت نهضر لكم على صورة ديال الكوثر. بزاف الناس غالطين في التفسير ديال الصورة ديال الكوثر، لهذا عجبني الشرح ديالها بزاف وبحثت عليها بزاف وجيت نفسر لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم من كان ماشي لآخر الأبناء ديالو، كان واحد المجموعة ديال آل قريش، وجيت الرسول صلى الله عليه وسلم واحد سميتو بنو العاص كان شاف الرسول صلى الله عليه وسلم بدا كيضحك عليه وكيقول لهم محمد قد بشر، محمد قد بشر، وبقاو كيضحكوا كاملين. الرسول صلى الله عليه وسلم مرجع للدار اكيد كان حزنان على الفراق ديال الابن ديالو، حزنان وانسان حزنان على داكشي اللي كيقولوا عليه دوك كفار قريش. الله سبحانه وتعالى تما فين نزل سورة الكوثر، وكيقول في سورة الكوثر بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر هو نهر في الجنة، وصلي لربك وانحر لما صلي الله سبحانه وتعالى ضحي له، يعني الأضحية لغير الله سبحانه وتعالى ولغير شكر الله سبحانه وتعالى حرام. وإن شانئك هو الأبتر، هذاك اللي كان كيقول عليك انت ابتر، يعني المفهوم ديالو هو اللي ما عندوش نسل ديال الاولاد واللي ما تبقاش سميتو مذكوره من بعد سنين، يعني النسل ديالو غيتقطع. قال لي ان شانئك هو الابتر، هذاك اللي كايرك هو الابتر. والدليل ديال هادشي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد آلاف السنين باقي كنجبدو سميتو، وباقي كنذكروا الاعمال ديالو ونذكروا اش دار في الرسالة ديال الإسلام واش وصل لينا بزاف تاويش. يعني ماشي ولادك وماشي الولد ديالك هما اللي كيبقاو هازين سميتك، أعمالك فقط هما اللي كيبقاو هازين الاسم ديالك الفوق والأخلاق ديالك. نتمنى تعجبكم الحلقة الأولى وشجعوني باش نكمل لكم الحلقات، ولا بغيتو شي حاجة تستفسروا عليها في لي كومونتير ولا شي قصة ما فاهميناش، مرحبا. يلا كنبغيكم بزاف، كانت معكم خولة قوة الإرادة.